السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير. كل سنة وانتوا طيبين. النهاردة هنعمل أجمل تدميسة فول لسحور رمضان. تعالوا اقول لكم عملتها ازاي. جبت نص كيلو فول بلدي، والفول البلدي اللي هي فولية لا كبيرة لا صغيرة، بيكون لونها فاتح. بتجيبها من اي عطار، بنقيه من اي طينة او حباية وحشة. بعد كده ابدأ انقعه لمدة 12 ساعة بالطريقة بتاعت زمان بالظبط. أجدادنا كانوا بيعملوا كده. وبعد ما نقعته 12 ساعة، نقعته من بالليل لغاية تاني يوم الصبح. حطيته في حلة التدميس اللي أنا هدمس فيها، ونزلت عليه بتمن فول مجروش. طب والفول يا نور نقعتيه؟ لا، الفول المجروش مش نقعته، انا حطيته كده. هو الفكره من النقعان اسفه، ان القشره بتاعت الفول بس. وكمان نزلت عليه بتمن عدس. بعد كده حطيت كمية الفول الباقية عندي ليمونة، يا إما أعصرها تعصريها زي ما أنا عصرتها كده على الفول، يا إما تحطي الليمونة كاملة في الفول وهو يدم على النار يعني. بيتدمس أثناء التدميس. هو أنا عملت الاتنين. عصرتها وحطيت الفول مع الفول. نزلت بعدها بمية مغلية على الفول بتاعي ورفعتها على النار. طب هحط مية قد ايه؟ هو شبرين او شبر كده فوق المية، هي تبقى تغطي المية بشبر بالظبط. ورفعتها على نار وسبته يغلي شوية، واول ما غلي هديت النار خالص شمعة وسبته يستوي براحته. على العموم كده هو الفول بياخد وقت طويل لما يستوي، في حدود 6 ساعات 7 ساعات، انت وظروفك. في الوقت ده الحلة كان عندي صغيرة، اضطريت ان انا انقله في حلة كبيرة، وازود له كل ساعتين بروح ابص عليه، اديله تقلبتين، وازود له المية لو حسيت ان هو نقص. شفت الفول؟ تحس كده بعد 4 ساعات كده ان انت عندك ريحة الفول مالية المكان كده. تحس بقلب الخير في قلب بيتك كده. الله اكبر، حاجة تحفة. وادي شكل الفول بتاعي بعد 6 ساعات. الطعم بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، من غير اي اضافات او لون يغير طعم الفول. طريقة صحية مفيدة للاولاد. مش غير لون. عندي الفول مش اسود ولا حاجة. يا رب تعجبكم الفكرة. مستنية رأيكم في التعليقات. باي باي.